لقد بلغ القمع حدودا لا يمكن تصورها حينما نزعت حناجر مرددي الشعارات كما فعل قتلة إبراهيم قاقوش في حماة. أخذوا الشبيحة وقطعوا راسه الشهيد إبراهيم آشوش. من النشيد إلى النشيد تحولت حماة خلال أيام تقل عن أصابع اليد الواحدة. هذه حنجرة ربما كانت من اللواتي صدحنا يوم الجمعة الماضي بهتاف ارحل ارحل يا بشار، وقد اقتلعت بعد يوم أو بعض يوم برصاصة متفجرة، أو لعلها استؤصلت. أخذوا الشبيحة وقطعوا. أستاذ أنطوان، هاي صورة أنا جايبها معي، فهمني فرجيك إياها وفرجيها للبنانيين. هيدي صورة أحد الناشطين اسمه إبراهيم قاشوش، إذا ممكن الكاميرا تاخدها. نعم. قبل بيومين من الدعوة إلى الحوار المسرحي اللي حصل بوجود نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، هذا الناشط اللي كان مسؤول عن الأغاني الثورية في سوريا، الذي غنى لسوريا والذي غنى لحرية سوريا، اعتقل. هي شغلة طبيعية. وانشالوا زلاعيمه، شالوا له زلاعيمه ورجعوه ليتصور قدام كل الناس ليتعلموا الشعب السوري من هو هذا النظام وماذا يمكن أن يفعل هذا النظام بهم. في ناس يعني هي كانت الأمل بالنسبة له هي الأناشيد. هو صراحة العنوان جميل جدا اللي هو صوت الحرية. يعني أنا بتذكر والله أول ما طلعت بسوريا وصلنا ننشد للحرية للأمانة يعني تمام. فيعني بدأنا يعني هي بالهتافات، بدأنا بالأناشيد. عن جد هي كانت أصوات عم تطالب فقط بالحرية ولا غير يعني عم تطالب بكرامة السوريين، عم تطالب إنه الشعب يتحرر، إنه البلد فعلا ترجع لأهله. يعني ما كان هو صوت واحد، كان هو صوت الشعب كلياته. والحمد لله إنه تم يعني كانت النهاية نهاية جميلة جدا لكل السوريين. ونحن هون